بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا احنا يا جماعه طلع الفيديو ده عشان حوار فتوح، والله يرحمه ويحسن اليه من الشرطه اللي مات. الراجل بقى جسمه في كل حته في مكان، الله يرحمه ويحسن اليه. انا بس اللي مستغرب له حاجه يعني، جمهور نادي الزمالك المحترم ولاعيبه نادي الزمالك اللي زعلانين على فتوح، واللي هم بيطلبوا اللي هم فتوح يطلع، واللي بيطالبوا ان فتوح ما عملش حاجه، واي حد بيخبط اي حد والكلام ده. لا يابا، لا يابا، انا كزملكاوي بقول لك اللي بيحصل ده لا. فتوح غلط لازم يتحاسب. دي مش اول مره الفتوح مرتضى قبل كده قال له انت بتحشش وفي المكان الفلاني والعلاني، وحط عينه وشه في وش مرتضى. عارف ليه؟ عشان نفس المكان اللي كان بيسهر فيه احمد فتوح كان بيسهر فيه امير مرتضى منصور. عشان كده مرتضى ما قدرش يفتح بقه مع احمد فتوح. ربنا سبحانه وتعالى بيديك نعمه الستر، وبيفضل يديك الستر وبيستر عليك وبيستر عليك، بتحشش وبتزني وبتعمل وبتشرب وبتاع، لكن لما يجي ربنا بيشيل عنك ستره خلاص. انت كده بقيت خلاص يعني كتاب مفتوح، خلاص اتكشفت. ربنا شال ستر عنك. انت بقى يا باشا كزملكاوي انت زعلان، انت عايز فتوح يطلع؟ طب والراجل اللي مات ده وليه عيال وليه 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 ما عندهمش اي حاجه عندكم خلاص؟ اهم حاجه ده لعيب في الزمالك ولعيب كوره ومشهور ومنتخب مصر وافضل باك شمال والتعريس والكلام اللهبل بتاع الكوره. يابا ده في روح راحت، في واحد مات. انا واحد كزملكاوي بطالب توقيع اقصى عقوبه على احمد فتوح. اقصى عقوبه على احمد فتوح، ده لاعب مستهتر هو ومحمد صبحي، وبرده في الحادثه الاولانيه كان هو محمد صبحي. انا عايز اعرف الشلاليه اللي في الفريق دي مين السبب فيها. انا كزملكاوي ارفض الصلح. طبعا لو هم قبلوا الدية اهل القتيل الميت حاجه ترجع لهم، لكن انا بطلب من القضاء العاجل عشان ما يتكررش الموضوع ده تاني، واي لعيب يحترم نفسه ان احمد فتوح ياخد جزاؤه. خلصت كلامي، لينا فيديوهات تاني في الموضوع ده. شكرا، السلام عليكم.